السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انت في ريمونتادا. ازاي تلغي فكره انك مضمون عند شخص؟ 4 اخطاء انت بتعملها ما بتاخدش بالك منها، ولو كنت معاه فانت لسه بتعملها، وانا واثق من ده. ما ينفعش تعملهم. هقول لك على ال4 اخطاء دول في حلقه النهارده، وهقول لك كمان على 3 نقط مهمه جدا لازم تعملهم وتستخدمهم مع الشخص ده علشان نلغي له فكره ان احنا مضمونين. ويا بابا تجاهلك ده ولا حاجه بالنسبه لنا، ده انت بعد كده هتجري ورايا لما انا انفذ ال3 نقط. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في ريمونتادا، انت في القناه دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجه جديده عن نفسك او عن غيرك او عن البرج اللي انت مهتم بيه. دايما تطور من نفسك وتدي امل لنفسك ان اللي جاي احسن ان شاء الله بتعبك وصبرك واجتهادك. وقبل اي شيء طبعا ربنا هو اللي ليه الحكمه وليه المقدره ان هو يوصلك اللي انت عايزه في اسرع وقت ممكن. دوس لايك للفيديو، اشترك في القناه او ديسلايك عادي، كومنت واسال وعرفني بنفسك عشان بحب احفظ ريمونتاداويه. او نقطه معانا، اهتمامك الشديد بيه. دايما بتهتم بيه، واهتمامك الشديد بيدل على انك فعلا شخص مضمون. مهما حصل انت اللي بتهتم، مهما حصل انت اللي بتبادر، مهما حصل انت اللي بتقول له كنت فين ورحت فين وجيت منين. لو كنت ولد او كنت بنت، بتكلم بصوره عامه، اهتمامك شديد وده غلط ساذج جدا، ما ينفعش يطلع من حد زيك. النقطه اللي بعد كده، كل لما هو تجاهلك كل لما انت اتمسكت بيه اكتر، كل لما انت مسكت فيه اكتر، كل لما يتجاهلك عن الرسائل كل لما برضه تمسك فيه، كل لما انت تقعد تكتب وتمسك التليفون انا بكلمك كنت فين، طب عرفني، طب رد عليا، يعني تديله مسج عادي ما يردش عليك فتروح انت فاتح موضوع. كل دوت غلط، كل دوت بيدل على انك شخص مضمون. بتزهق اللي قدامك، بتخنق اللي قدامك، ودي غلطات ممكن يكون حد فينا عملها، غلطات ساذجه جدا ما ينفعش تطلع من حال. الخطأ الثالث واللي بعد كده واللي انت بتعمله، عندما يؤذيك تكتئب، تفضل تنزل ستوريهات حزينه، تفضل تنزل ستوريهات ملهاش اي علاقه، كل لما تشوفه تبص وتكشر، كل لما ما يسالش عليك تقول له طب وانت ما بتسالش عليا ليه، انا مش بكلمك. بتكتئب وبتبين له دوت، وهو كطبع وكشخص بيتخنق. يعني انت بتبقى عايز تعرف انت بالنسبه له ايه عن طريق ان انت زعلان، هيجي يراضيك، هيجي يراضيني. عامه بصوره عامه كل دوت بيدل انك شخص سهل مضمون، انت موجود متاح بالنسبه لي، فانا طبيعي مش هبص لك ومش هبص لفكره ان احنا ممكن بعدين يبقى ما بيننا في حاجه. النقطه الرابعه واللي بعد كده، انك دايما بتقعد تساله في تفاصيل اكتر، يعني تفضل تخش في تفاصيل، كنت فين ورحت فين وجيت منين. اهتمامك الشديد بيقلب معاه بتفاصيل، وانت كمان بتقعد تحكي تفاصيل هو ما بيحبش ان هو يسمعها عنك، لان انت زي ما قلت لك اوريدي بتبقى مضمون. فالشخص المضمون ما بيحبش حد تاني يسمع له. ليه؟ لان انت كده كده موجود. يوم ما هزق، يوم ما همل، يوم ما الدنيا هتضيق بيا هبقى اجي اسمع لك. انت مش شخص جذاب بالنسبه لي، انا دايما بدور على الشخص التقيل، الشخص الجذاب، الشخص اللي راكز. اما ال3 نقط اللي بعد كده، واول نقطه لازم تعملها علشان تلغي له فكره انك مضمون وفكره انك دايما معاه، انك دايما لازم تكون شخص غامض، ما يعرفش عنك التفاصيل دي، ما يعرفش عنك كل حاجه. تكون دايما شخص مثير للفضول، عايز يعرف عنك حاجات كتير. انت لازم تبقى كده، لازم تبقى مخبي جزء كبير من شخصيتك، ولو ما كنتش بتعمل كده لازم تعمل كده، ولازم تتعلم كده، لان ده المهم، ده اللي هينفعك، ده اللي هيفيدك. لازم تتعلم انك تكون شخص غامض، ودي نقطة لازم تعملها في الموضوع ده. النقطة اللي بعد كده واللي لازم تعملها، خليك صديق بس، خليك صديق بس ولا اكتر ولا اقل. مالكش دعوة بحوار العاطفة ما بينك وما بينه. لازم تعمل كنترول وتسيطر، لازم تعمل كنترول وتسيطر على مشاعرك. لازم لازم لازم، لان النقطة دي هتوصلك لمرحلة كويسة جدا معاه. لما تبقى صديق هيبتدي هو يحكي، وهيبتدي هو اللي يبادر، وهيبتدي هو اللي يقول كلام كتير. النقطة الثالثة واللي عايزك تعملها معاه، سواء كنت ولد او بنت، وقف كلام حلو معاه، مش كل شوية تشجعه، مش كل شوية تديله كلام حلو. عطاك اديله على قد ما عطاك، ما عطاكش خلاص شكرا. مش كل شوية تقول له الله انت كده احلى، خطك حلو، انت عملت الحوار ده ونفذته بطريقة صح جدا، تديله رأيك بطريقة حلوة بطريقة ايجابية. كل دوت لازم توقفه، لازم تديله على قد
ما بتاخد منه. وصدقني فعلا هيتحول ل 180 درجه، هيبتدي يبادر وهيبتدي يحكي وهيبتدي يقول لك كلام وهيبتدي يفتح لك قلبه. هي دي العلاقه المتزنه، مش العلاقه اللي دايما بتقعد تدي فيها وبتدل على انك انت الشخص المضمون، الشخص اللي مش جذاب. الكاريزما اتلغت بتاعتك، حضورك اتلغى، حبك للشخص التاني هو مش شايفه، كل اللي شايفه انك مضمون، انك لازق، انك سهل، انك يوم ما انت انا هتزنق انا هرجع لك انت، لان انت الشخص المضمون، الشخص اللي مش جذاب. كاريزمتك بتقل وحضورك بيروح في 60 داهية. 4 نقط اوعى تعملهم، و3 نقط لازم تركز عليهم في شخصيتك، لازم تركز عليهم، لان ال3 نقط دول هيلغوا فكرة انك مضمون فعلا في العلاقة، وكمان هيعلوا من الليفل بتاعك ويعلوا من المستوى بتاعك لو كنت ولد او كنت بنت، وهيتمسك بيك اكتر. وبدل ما يتجاهلك هو اللي هيجري وراك حاجات سهله جدا. كل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نقدر نعمل كنترول على عقلنا ونركز ونشوف احنا هنعمل ايه وهنبتدي بايه، وصدقني هتوصل للي انت عايزه معايا في العلاقه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. اوعوا تترددوا اللحظه انكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات على اللي انتوا عايزينه. انا هنا علشان خاطر اساعد حضرتك واوصلك للي انت عايزه. لايك للفيديو، ديسلايك، كومنت، وعرفني بنفسك. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.